السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل أي حاجة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة إن شاء الله هنقول مع بعض تفسير رؤية اسم حنين في المنام. واسم حنين في المنام للإمام ابن سيرين، وحابة أذكركم أن تفسير الأحلام ما هو إلا اجتهادات، والله تعالى أعلى وأعلم. اسم حنين في المنام بيدل على الاشتياق، وكمان بيدل على الحب والعاطفة، وكمان بيدل على في بعض الأحلام بيدل على الحرمان العاطفي أو ما يعانيه الشخص من حرمان عاطفي، وكمان بيدل على شوق الإنسان لأحبابه، والله تعالى أعلى وأعلم. اسم حنين في منام العزباء بيدل على إنها بتمر بفترة حب واشتياق لشخص ما، أو إنها بتشتاق لأشخاص بتحبهم، زي مثلا والدتها أو والدها أو أخوها أو غيرها أو غيرهم من الناس اللي هي بتشتاق ليهم وبتحبهم، وعندها لهفة إنها تشوفهم. واسم حنين في منام المتزوجة بيدل على حبها وشوقها لزوجها، وأيضا بيدل على العلاقة الطيبة والوطيدة ما بينها وما بين جوزها. وفي بعض الأحلام بيدل لو كان جوزها مسافر فبيدل على اشتياقها الشديد ليه وإنها مفتقداه. وكمان بيدل على إن المرأة دي مرأة متفجرة المشاعر، أو إنها امرأة رومانسية وبتحب المشاعر والأحاسيس وبتقدسها. كمان اسم حنين في منام الحامل بيدل على إنجابها لبنت، والله تعالى أعلى وأعلم. وكمان هتكون بنت جميلة، وهتكون ليها بمثابة يعني هتمثل لها كل الأحاسيس والمشاعر، وهتكون ليها أخت وصديقة وحبيبة، وكمان هتعوضها كتير عن كل المشاعر اللي هي مفتقداها. كمان اسم حنين في منام المرأة المطلقة بيدل على إنها بتشتاق للأيام اللي كانت فيها سعيدة ومبسوطة، وكمان اشتياقها وحنينها للذكريات الجميلة والطيبة اللي عاشتها قبل كده. كمان إن بيدل على إنها امرأة بتتفجر بالمشاعر والأحاسيس، والله تعالى أعلى وأعلم. واسم حنين في منام الرجل بيدل على إنه بيفتقد حالة من الرومانسية والحب، وإنه بيشتاق لدوت، والله تعالى أعلى وأعلم.